اقسم بالله وتزيدي شي موضوع ولا تزيدي شي هضره غادي نهضر على الام ديالي شنو كتقولي عليها وشنو الكلمه اللي قلتي على الوالده اللي كتعامل معك غير مزيان على العيد الكبير شنو درتي علينا والناس ما عارفينوش. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصدمة كبيرة وسط المتابعين من بعد التصريحات النارية المتبادلة بين حول كوين ورجلها علاء، وكلام خطير على الغيرة والمشاكل العائلية خلى الجميع كيتساءل شنو اللي وقع بالضبط. التفاصيل اللي خرجات هزت السوشيال ميديا خليونا نكتشفوها معكم في هذا الفيديو. جيت اختي انا عرفتو هي كنت فواه خصني غير نعس خصني غير نشد عيني صافي. بقيتش قادره فريمون غير حسبي الله ونعم الوكيل دوقمي، حسبي الله ونعم الوكيل دوقمي. ما يمكنش واحد ستريس كتكون ماشي نورمال. يلاه كتحاول يلاه كتقد كتمشي مع كتحاول تقبل اصلا ان هرموناتك ان احاسيسك غتكون ملخبطه، كتحاول تقبل التغيرات اللي كيوقعوا في الجسم ديالك داخليا. شكون يخليك ما زعما انا واحد الانسانه الشخصيه ديالي قويه، انا واحد الانسانه قويه جدا، ولكن مع هاد الحماله بحال نقول لكم انا مستغربه في راسي ومستعجبه في راسي وكنقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. صافي افوض امري لله، كنوكل امري لله، حيت ربي ما بقيتش قادره. وصلت هنا ما نكذبش عليكم، وصلت هنا عيت كنقول ان شاء الله كلشي غيكون بخير، ان شاء الله كلشي غيكون مزيان. كنوض اقسم بالله كنحاول كنجاهد باش نوض ونكون بخير، لكن كتجي شي حاجه كتهرس لك كلشي. ما كاينش الرحمه، ما كاين حتى حاجه، ما بقاتش الانسانيه، ما بقاتش. ربي اني مغلوب فانتصر، ربي اني مغلوب فانتصر. وحق لا اله الا الله، وحق لا اله الا الله، وحق لا اله الا الله ما نساها، والله ما نساها، والله ما نساها، والله ما نساها. اللي وصلني لهاد الحاله والله ما نساها له، اللي كيعيشني ستريس كل نهار والله ما نساها له ولا نساها له. وحق ربي الحبيب اقسم بالله ولنا لقاء عند الله، والله ما نساها ولا نساها حياتي كامله. شي في اي فتره نقدر ندوز اي حاجه، ولكن في هذه الفتره بالضبط والله ما نساها. اي واحد اداني ولو ضره ولو شعره عاد ما كلام جارح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما نساها، والله ما نساها، والله ما نساها. اللي كيعيشني هاد الحاله كل نهار، واللي كيسببني في انني نبقى كنترعد بوحديتي كل نهار، والله ما نساها ولا نساها الى يوم الدين. ولنا لقاء عند الله، ولنا لقاء، وانا متاكده ربي غادي ينصرني، وانا متاكده ربي غادي يقويني على هادشي اللي على ولادي، على بنتي، وعلى هادشي اللي في كرشي غادي يقويني وغادي نشوف عوض كبير عند الله. ولكن والله ما ننسى هاد الفتره. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم واحد، والله ما ننساها لهم، والله ما ننساها لهم. ربي شاهد وعالم، وربي فوق مني وكيسمعني، والله ما ننساها لهم ولا ننساها لهم واحد. وخولة ما وقفتش هنا، بل وجهت كلام كوين بعض الأطراف وقالت بلي بقات ساكتة بزاف ديال المرات، ولكن دابا طافح الكيل بها وما بقاتش مستعدة تسكت أكثر. وزادت شدات بلي الراجل اللي باغي يحافظ على مراته وولادو خاصو يحمي الدار ديالو وما يخليش المشاكل الشخصية توصل لهذا المستوى. وفي آخر كلامها وضحات بلي اللي وقع خلى فيها جرح كبير، وحذرات بلي أي هضرة جديدة عليها غادي يكون عندها رد آخر.
وعلى راجلها كان ليه رأي آخر وحتى هو ما سكتش ليها ووجه ليها عدة اتهامات. خليكم تسمعوا شنو قال في ستوريات ديالو. قبل كل شيء انا انسان ما عنديش عذر، ولكن انا داكشي اللي كيكون عندنا لداخل الناس اللي كيكون عندهم السكر كيكون عندهم واحد الاحساس ولا واحد الحوايج زايدين على انسان طبيعي. يعني انا كنتستفز، كنتعصب، كنتقلق، كنتعصب، المهم انا انسان فريمون ديابيتيك ديال بصح، اللي السكر ديالي خايب واللي ما قدرش يتحمل السكر. انا ما كنلوم حتى شي حد نهائيا، ولا كنع العاطفه ولا باش لا، انا كنهضر اللي في قلبي. كيفاش انا انسان اللي مريض بالسكر، اللي صعيب كنت انني باش نقدر نولاد. ولا اول حاجه انسان ملي كيسول ملي كيتزوج كيقول لك واش كيولد، كيف ما السيده الوالده ديالها اول حاجه سولاتها قالت لها واش كيولد بعدا، كتقول لها علاش، حيت هي ما كانتش عارفه، قالت لها حيت فيه السكر، حيت الناس اللي فيهم السكر صعيب باش يولدوا. انا انسان عارف راسي هادشي هذا فيا، وربي رزقني بالولد الاولاني وتحرمت منه، ورزقني ربي بالولد الثاني غادي نوض نحرم راسي منه. انا مسطي ماشي بعقلي نوض نحرم راسي من احساس اللي انا اصلا ما كنتش عارف راسي حتى واش نعيش ولا ما نعيشوش. نجي نقول انا لا صافي مرتي حامله صافي غادي ندوز عليها وغادي ندير لها وغادي نفعل لها. علاش نكون بحال هكا وانا ماشي هكذا اصلا؟ احن مني الحمد لله ما كاينش، مرضي والديا، طيب مع الناس، كل شيء، قلبي كبير. نتوما شايفين السماحه اللي طلبت وكنوض وكندير وما خليت ما درت، وربي شاهد على نيتي وعلى نيتكم ترزقوا. واش لي زامي انا عطيت لحياتي فرصه، واش كتظنوا الناس اللي في الظروف ديالي انا عمل شي حاجه اللي تخليني نخسر واحد الحلم اللي كان صعيب نوصل ليه، ومني ربي قدرني ولا القدر شاء عطاني هاد الفرصه هادي. كتشوفوني كيف حني على ام ديالي، على عائلتي بغض النظر، هما عارفين شحال حليم وشحال طيب، من غير عندنا ظروف حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب. ما غاديش ندخلوا في شي حاجه بحال هكذا. انا نورمالمون ندير المستحيل 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 باش نعيش حدا ولدي اولا حدا بنتي، وما نبغيهمش يتربوا بعادنا عليا، ونحن عليهم ونعطي ليهم وكنضمن ليهم مستقبل من دابا، من نهار اللي عرفت. وانا كنقول ان شاء الله ربي غادي يعطيني يقدرني باش انني نكون احسن اب ليه. باش انايا ما كنبغيش نهضر، لان البيوت اسرار وما خفيه كان اعظم لزامي. انا كنقدر المراه الحامله، انا اختي وقدرتها في البيبي ديالها الاولاني ذهب، وعشت معاها يمكن اللي ما عاشش معاها راجلها، انا كنت معاها فيه، حنيت عليها وكنت معاها في الولاده وربي شاهد عليا. وفي المره الثانيه ما كتابش الظروف، ما حتى واحد ما عارفش شنو عندنا الاسباب العائليه ديالنا، حنا في غنى عليهم. انا كنعرف على راسي، انا اللي عارف هو انني انا كنت باغي نعيش نفس الاحساس، نعيش حدا بنتي، يسمعني، يسمع لي الصوت ديالي، نحن عليه واخا هو ما كاينش في هذه الحياه، مازال ما تزادش، يلاه غادي كيتكون وكيتزاد. علاش نحرم راسي من هذا الشيء هذا؟ شوفوا لي زامي، راه كل جوج كيكونوا مزوجين كيدوزوا من بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الصعوبات، ودائما كتقولوها ليا ووالدي كيقولوها ليا والونتوراج ديالي كيقولها، وانا عارف هادشي هذا وبلا ما يقول لي حتى واحد، انا عارف كندوزوا المشاكل وديجا دوزنا مشاكل كبيره ما جاتش لدابا. عاد غادي نبداو نشوفوا المشاكل الصغيورين اللي حنا في غنى عنهم، بالعكس خاصنا نعيشوا هاد اللحظه مع بعضياتنا، خاص يكونوا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. راه المشكل هو انني انا كنت في مزاكو ما عليا هضره غير كلشي غير على هادشي اللي كتفرجوا فيه، حيت انا براسي مصدوم، حيت انا بصح انا ما داير والو، حيت انا بصح انا ما داير حتى شي حاجه في هادشي، لا بيدي لا برجلي، ما باغيش اصلا انا نتحط في هذا الموقف ونهضر معاكم ونبرر ليكم، ولكن راه تالين شنو تشوفوني ميت باش انايا ترتاحوا؟ ماشي مشكله، قولوها لي ماشي قتل راسي وارتاحوا بخير، وما يمكنش بزاف ماشي مشكله. انا غادي نبقى ساكت، ما غاديش نجاوب احتراما للابن ديالي واحتراما ليها وتقديرا ليها وكل شيء، وما غادي نقول حتى شي حاجه في اسراري الزوجيه كامله نهائيا. انا راه رجعت، ولا مني رجعت بحب وما خليت ما درت. وشوفوا وانا اللي كيبقى فيا الحال هو
كنشوف غير ناس في السوشيال ميديا رجالاتهم شنو كيديروا معاهم، نخليو ما داروا لهم الخايب وجالسين في دارهم ومستورين ومكمدينها وجالسين ماشي مشكل. انا درت كلشي زوين، حامله والطبيبه معها منعا كليا انها تمشي تركب في الطوموبيله تسافر مسافه طويله، انها تمشي في الطياره، وديك الوقيته ما كاين تلحموا ليا لو حملت حتى شي حاجه، تغاضت على كلشي ومشات وتجرأت وقلت ماشي مشكل، مشات الله يسهل عليها، هي اختارت. ومن موراها كيدوزو بزاف ديال الحوايج. هادشي كيبقى السؤال، واش هادشي حنا في الاصول ديالنا ولا في العادات ديالنا ولا في التقاليد ديالنا ان والدينا ملي كانوا كيدابزوا مع رجالاتهم كانوا كيمشيو كانوا كيسافروا بلا ما يقولوها لهم، كيتحداوهم ما كيخليوهم ما كيديروا كيسميوها في الوحم؟ لا، انا ما عرفتش هادشي هذا صراحه. صعيبه فريمون عليا انا كراجل ولا اي انسان كنظري انه يقدر يتحمل هادشي هذا، راه مستحيل، راه مستحيل، ما كيدخلش العقل، حيت انا براسي ما كيدخلش ليا العقل. ودوزتو عندي ماما وعندي خوتي وعندي عائلتي وكلشي كيسول، ولكن ما لقيتش الجهد. شنو درت؟ صافي سكت، التزمت الصمت، صافي انا ما مزيانش، انا خايب، ماشي مشكله، بغيتي ترتاحي ارتاحي، خليك واحد النهار تفيقي، واحد النهار ما تعرفيش شنو كاين في الدنيا. ولكن مني نخرج للسوشيال ميديا ونكسب العاطفه الناس باش ندمر واحد الراجل اللي هو راجلي، ونخلي الناس يبقاو يصيفطوا ليه الميساج ويتعصب ويقدر يموت في اي دقيقه بالهجوم الناس. ياما في الهند ماتوا ناس حيت هجموا عليهم المتابعين ديالهم، ياما ناس انتحروا حيت هجموا عليهم المتابعين. انا الهجوم اللي طالي دابا بصح انا من الصباح وانا كندق في البرا وانا مريض وكنعاني وكنموت كنتقاتل باش نكون انا بخير وباش نهضر معاكم في هذه الوقيته هذه، وكنتحمل وما خفي كان اعظم شنو كيطرا من مور التليفون. في التليفون ولا ماشي هو اللي كتشوفه في الواقع، في الواقع اشياء غير، صوت غير، هضره غير، كل الله يفكها على خير والله يدوز هذه الفتره على خير. راه واخا هو اصلا السبب، اقسم بالله ما هو وحم، ما هو حتى شي حاجه، هو ظروف، ضغط، بزاف ديال الحوايج هي يمكن كتسناهم فيا ما لقاتهمش فيا، استغفر الله سمحوا لي، ما لقاتهمش فيا، ماشي مشكله. الا كانوا عاد بانوا لها دابا ما فياش ماشي مشكل، حنايا تزوجنا وطلقنا وقلنا ماشي مشكل. الحاجه الاخرانيه اللي غادي نقولها نخليها حتى لكم حتى الاخر، هاد السطوريات ديال اليوم اللي داروا دابا الاخرانيين، علاش؟ انا بحالي بحالكم كمتابع شفت سيده كتقول بانها غادي تصور مع مغني. الغيره ديالي على مراتي ولا على الزوجه ديالي ولا على الطليقه ديالي ولا على مثلا الذمه ديالي، انا مثلا انا وياها مزوجين لحد الساعه ما حنايا دافعين دوسي للمحكمه ما والو، مع العلم انا مني سافرات عندي الحق انني يعني انا كنحترم نفسي، خاصني اللي يحترمني با بلوس. هادشي علاش ناض هاد القرباله وهادوك السطوريات والبكا وداك الشيء. قلت لها قولي الحقيقه للناس، قولي لهم راه علاء قال لي ما تصوريش مع المغني، وقال لي وهددني وكيف ما كتقولي واخا انا ما هددتكش ما كنسميش تهديد، ومن حقك ديك الساعه بكي عليهم. الا كانوا هما كيشوفوا بان هادشي هكا، لا اذا هاد الناس راه كاملين ما بغيش الخير. مي انا متاكد الناس ما يكونوش بحال هكذا غادي يبغيو عيالاتهم ولا البنات اصلا اون جينيرال غادي تكون مجوجه وغتمشي باش تفقس راجلها تمشي تصور مع مغني حكا حيت خدمه باش يعطيها 10,000 درهم ولا 20,000 درهم باش يدير معاه فيديو ريل حكا باش الاغنيه تطلع. لا، انا في غينه على هادشي هذا، في غينه على هادشي. يعني انا بغيت نقول من هذا المنبر، انا عبرت لكم على شي شويه شنو انا كنحس. الله يهدي النفوس، الله يدير لنا تاويل الخير. الا مكتاب ربي نكونوا مع بعضياتنا، الا ما مكتابش راه ما غاديش نكونوا مع بعضياتنا. هنا كبير وحنين فائض الانتاج عندي في الحنان، انا اكثر واحد نقدر نعطيكم الحنان. تلاقاو معايا وتعرفوني كيفاش داير، من غير اللي كيتلاقاو معايا وكيديروا فيا داك الشوفات. وي لا ما نشكر لكم براسي، نتوما فاهمين وكتعرفوني والناس متبعيني 4 سنين هادي وعارفيني كيفاش داير. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. تهلاو ولي صافي. ودابا شفت واحد ستوري جالسه كتشرشم في اختي وكتهددني انا وكتقول لك غادي المهم باش شوف هي باغا تحطمنا باي طريقه، ولكن هاني ماشي مشكل، انا عارف خوله هكذا ديال الحياه. انا مولف على هادشي في الواقع ماشي غير في المواقع، اقسم بالله. وتزيدي شي موضوع ولا تزيدي شي هضره غادي نهضر على الام ديالي شنو كتقولي عليها، وشنو الكلمه اللي قلتي على الوالده اللي كتعامل معك غير مزيان.
على العيد الكبير شنو درتي علينا والناس ما عارفينوش، وجيتي وتصورتي عند ماما في دار ماما ودرتي بحال ما كاين والو. نهضر على عيد الميلاد ديالي اللي حتى شي واحد ما عارفني راه دوزت عيد ميلاد، مع العلم انا عيد ميلاداتي كلهم فرحت بك بهم. الطريقه باش تلحموا ليا كيفاش قلتيها ليا، شكون هما الناس اللي جاو قالوها، شنو الوقيته، شنو الحروبات اللي عشنا، وخلينا ساكتين ومستورين. بركه من التهديد وبركه من النرجسيه ديالك، راه صافي صافي. راه ماما مسكينه راه والله لا عيات، اقسم بالله بغيتي تقتليني وتقتلي امي، حشومه عليك والله. بالنسبه للسكر هو اللي بقى فيا الحال شي شويه، حيت دائما كنقول انا في السكر عافاك ارحموني ارحموني ارحموني. شنو كيقولوا لي؟ سير الله يعطيك شي مرض اكثر من السكر، علاش نرحموك؟ مالك انت اللي فيك السكر، مالك انت اصلا واخدينه بطريقه عشوائيه. الناس اللي عارفين شنو هي الديابيتيك والناس اللي عندهم وليداتهم والناس اللي عندهم بواتهم مواتهم غادي يحسوا. انا ما كنتخباش من موراه، اخر حاجه نفكر نتخبى من مور السكر، بالعكس انا كنحاول نعيش، كنحاول نزين راسي، نحسن من راسي باش نتغاضى عليه في الحياه الواقعيه وفي المواقع وفي كل شيء. ولكن بعض المرات ملي كنتعصب عادي ماشي لخاطري، جامي انني فكرت نتخبى من موراه ولا نديرو محتوى، ولا جامي فكرت نهضر عليه، حيت السكر كيبقى غير ابتلاء من عند الله، وربي ابتلاني به وما عنديش المشكله، وان شاء الله الله يدير لي تاويل الخير والله يفكني على خير وبخير. ودابا بعد ما حول وعلاء تبادلوا الاتهامات عبر ستوريات المتابعين او حيرين شكون كيقول الحقيقه وشكون كيخفي الجزء الاخر من القصه. واش هذا الخلاف غادي يوقف هنا ولا مازال مفاجآت جايه؟ الايام الجايه غادي تكشف كل شيء. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.